السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أسبوع موفقة للجميع. بعد الفيديو ما غنهضرش على لا المقابلة ولا النتائج، غنهضر علينا حنا كجماهير الودادية، جمهور الوداد الأمة اللي ديما كنعطيه واحد المثال، كنعتبرو جمهور حضاري، جمهور واعي. ولكن في المقابلة ديال مدينة مراكش بعض محسوبين على جماهير الوداد الرياضية، ما يمكنش نقولو كامل جماهير الوداد، لأن البعض محسوبين على الجماهير ديال الوداد الرياضي. ما عرفنا واش فعلا جماهير ودادية أو مدسوسين. فالتصرفات اللي قاموا بها بعد تسجيل الهدف مرفوضة رفضا باتا كجمهورنا الوداد الرياضي. أنا بكل صراحة استغربت كيفاش الجمهور اللاعبين مشاو عند الجمهور باش يحتفلوا بتسجيل الهدف، وتلقاو واحد وابل من السب والشتم والقنينات. ما غير معقول. مرفوض هادشي في فريقنا وداد الأمة، مرفوض رفضا تاما في فريقنا وداد الأمة. كنعرفوا بأن حنا كنعانيو من سوء النتائج وأداء لا يرقى إلى المستوى اللي كنا كنتمناوه، ولكن راه ماشي بهاد الطريقة. الله يلعن السامي البوكسر يولي يحبو والله عطف كل تولي الناس الشرفيه باش يجلسوا ويبركوا عليه بالسب والشتم والقذف. راه الا دخلوا ما دار شي حاجه راه ما كيتحملش المسؤوليه، كيتحملها المدرب اللي دخلوا. وكما كنقول راه هذا الشيء غيزيد غير يدي لواحد المآسيق ما غادي لا تحمد عقباه. ما كنتمناش لفريقنا وداد الامه. خصنا نوعوا بان هذه الطريقه راه ماشي هي باش غادي نرجعوا للنتائج. خصنا نساندوا اللاعبين ونساندوا المدرب. كما قلت حنا ماشي ضد استمرار المدرب، استمرار الرئيس، ولكن الظرفيه الحاليه تقتضي نكونوا جميعا بجانب اللاعبين حتى نخرجوا من هذه الازمه. راه المستوى الضعيف اللي كيبانوا عليه اللاعبين ماشي غير ديالنا. راه شوفوا المستويات ديال صن داونز، راه حتى هي نزل المستوى ديالها. الاهلي، الترجي، كاع اللي شارك في السوبر ليغ راه المستوى ديالهم ضعيف. احسن لعبوا راه ماشي طيارات، راه لعبوا النهار سميتو النهار الاربعاء في المحمديه، وغادي نمشيو نلعبوا في مراكش، غادي نرجعوا نلعبوا غدا عاوتاني مقابله. راه ما يمكنش الاخوان، ضروري نساندوا هاد اللاعبين. راه هادو ديالنا، راه هما اللي وصلوا للفينال، وكنعاودوا نقولوا راه هما لو طوب اللي كاين في المغرب. ولكن كيمروا من واحد فتره فراغ، ضروري نساندوهم وندعموهم. راه الا ما ساندوهم الجمهور ديالهم راه ما كاين اللي غيساندهم. راه كتشوفوا الناس دابا غير كيتربصوا، لا الجماهير الاخرى كتبغي تشعل الفتيله وكتدلو فيديوهات. راه شوفوا الفيديو ديال ابو سفيان، الفيديو ديال عطية الله انتشر واحد الانتشار كبير. علاش؟ لان الصفحات ديال الاعداء ديالنا كينشروا. لا شوف نايضه بيناتهم، هو هادشي ما بغيناش حنا. الا احنا خصنا نكونوا كعائله. هذا كما قالت لوناس سميتو، راه بدا هذاك المفهوم ديال العائله كاين دابا. راه خصنا نبداو حنا كجماهير نساندوا اللاعبين. المستوى ما كيعجبناش، ولكن راه ماشي هذاك هو الحل. راه الا سبيتي اللاعب راه ما يمكنش يعطي، غادي يزيد ينقص. شجعوه حتى كما قلنا هاد الفترة الفراغ اللي كنمروا منها يكون خير ان شاء الله. راه ما يمكنش، راه ما عندناش بديل. لا خرج جرينا على المدرب دابا، عطونا البديل في هذه الفتره دابا يجي يلعب لك جوج مقابلات غادي تضيع فيهم. قلنا راه حنا ماشي مع بقاء المدرب او مع الرئيس، وانما الظرفيه. الله يخليكم، الله يجزيكم بخير. كندعو جميع الوداديين الاحرار اللي كيبغوا هذه الفرقه، خص تبغوها وقت الحزه. الا كانت دابا بحال ما لا داعي باش تجي تقول لي انا ودادي وتغوت وتفرح. وإلا خسرت راه هي اللي خص توقف معها. راه الروح الرياضيه هي هذه. هما محتاجين في هذه الظرفيه، اللاعبين والمدرب والاداره وكلشي محتاج الجمهور ديالو في هذه الظرفيه. راه البارح البرشلونه خسر ب4-2، واش غيخرجوا يجريو عليهم؟ راه تشافي بحال رامز نفس المستوى يجرب الخطط، ولكن ما يمكنش. هما كيساندوا حتى كتوصل لواحد المرحله ديال الصيفيه ولا شي حاجه كيوقفوا كيعيطوا لك كيديروا معاه الحسابات، كيقولوا السلام عليكم. حنا راه غنخسروا جوج ماتشات نجريو على مدرب، نلعبوا عاوتاني 3 ماتشات نجريو على مدرب، نجريو على اللاعب، نجريو على الرئيس، راه ما يمكنش. راه هذا خراب. راه كاين الناس اللي بغات الخراب على الفريق. الله يرحم لكم الوالدين. وعاو هذا الميساج انا بغيت نوصلو لكم. ما بغيت نقول حتى شي حاجه في هذه بدايه الاسبوع. عندنا غدا مقابله مهمه كتنتظرنا. راه ماشي نهايه العالم كاع كون خرجنا حنا من عصبه الابطال ونرجعوا ونوقفوا على رجلينا ونبداو عاوتاني من جديد.
راه المشكل هو إلا خربتي الفرقة، ما شديتي لا بطولة، ما شديتي لا عصبة الأبطال، وما غتبقى عندك لا فرقة لا حتى شي حاجة. هذاك هو المشكل. هاد الناس راه كيسعوا لهاد الشيء، راه ما كيسعوا باش يدعموكم ولا يشوفوا فريق ناجح، راه كيبغيو يشتتوا الفرقة. راه ما خلاو ما داروا، وغيبداو بكم كجماهير غدا يقول لك لا سيروا نجلو نضربوا هذا ديروا هذا حتى تنوض الفوضى ويضحكوا عليهم. هذا الشيء اللي ما بغينا. راه الاهلي هما اللي كيديروا هذا الشيء. كتلقى واحد القله قليله من الجماهير الوداد متشبع بهذا الافكار ديال يعني العنف وهذا الشيء، وحنا رافضين ورافضين باتا. انا ما بغيتوش في جمهور الوداد الرياضي، وديما كنضرب المثال بالجماهير ديالنا كاحسن جمهور حضاري، جمهور حضاري مثقف واعي، وخصنا نكونوا هكا. الله يخليكم. راه ما بغيناش نزيدوا في هذه الدوامه ديال السب والشتم والقذف، راه ما غيعطي حتى نتيجه. كنتمنى من الجمهور الرياضي عامه، حتى المقابله ديال الغد راه ممنوع التنقل على جماهير الوداد الرياضي، يعني ما يمكنش تنقل، غادي يتحموا من الجماهير، يعني بزاف ديال المسائل. كنتمنى من الجماهير الوداد الرياضي تكون بجانب هذا الفريق وتدعموا وتساندوا. يعني كما قلنا راه الظرفيه الحاليه ماشي هي ديال التغيير، غيجي التغيير ولكن ماشي في هذا الوقت الحالي. نتمنى من الجميع يدعم الفريق. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل، وهذا هو اللي يحج في نفسي، لان شفت اللقطات وشفت هذه راه اللي ودادي حر غيبقى فيه الحال. واش اللاعب كيسجل الهدف وكيجي يحتفل وكيشبع السب وقراعي على ظهره؟ ما يمكنش. نتمنى الاخوان تفهموا هذا الميساج، الكل يتجند باش يكون بجنب فريق مع وداد الامه. نتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.